العلاقة السامة هي العلاقة اللي دايما بيكون فيها طرف بيتم استنزافه نفسيا وماديا وجسديا. بيكون فيها طرف دايما بيجي على نفسه، دايما بيحاول علشان العلاقة دي تستمر، في مقابل ان الطرف التاني مش في باله اصلا، مش بيحاول اساسا. ولما بتيجي تلوم الطرف ده بيقلب عليك الترابيزة ويعمل عليك لوم عكسي. لا، العيب فيك انت. بيشوف دايما ان التقدير والاهتمام اللي انت بتقدمه له ده مش تقدير واهتمام اصلا، ده فرض عليك ان انت تعمله. انت اصلا يكفي ان انا موجود معاك. فلما تيجي دايما تقلب عليه الترابيزة او تلومه وهو مش هيقدر يقلب عليك الترابيزة، فهتلاقيه دخل في دور الضحية ويبدأ يقولك ان انت السبب واللي وصلتني لمرحلة زي دي. فلو انت في علاقة شريك الحياة فيها بيعاملك بالاسلوب ده، لازم تنهي العلاقة دي فورا. ولو العلاقة دي مش هتقدر تنهيها، فرضا مثلا ان ده الزوج او الاخ او الام او الاب، ففي الحالة دي لازم تنتظر الفيديو الجاي اللي هنقولك فيه ازاي تتعامل مع الشخص السام والعلاقات السامة.